ما ينفعش ان انت مثلا تتمرن كل التمارين على ما توصل المجموعه الاساسيه بتاعتك تتمرن كلها 8. بص يا صديقي، احنا كده دلوقتي عملنا الجدول اليوم الاول. انا هسيب لك اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع كلهم في PDF لو انت حابب تبص على الجدول بتاعي اللي انا همشي عليه، وفور فري، مفيش اي تشارجنج او اي حاجه خالص. فتعالى بقى نقسم جدول التمرين بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه السبليت والتشالنج كله لمده شهرين، وهمشي معاك خطوه بخطوه وهصور لك التكنيك الصحيح واقول لك اخترت التمرين ده ليه، ولما تعمل سبليت لنفسك تعملها ازاي. علشان تعمل السبليت بتاعتك يبقى اول حاجه لازم تقسم السبليت لأربع حاجات مهمين جدا. اول حاجه عندي هو الفريكونسي. فريكونسي يعني هاو ماني، كم مره هتمرن العضله في الاسبوع. على حسب PUP Med بتقول ان الدراسه سنه 2019 ان احنا نقدر نتمرن العضله مره واحده في الاسبوع، لان مرتين في الاسبوع هو مش سحر، هو يكون الحجم نفسه متساوي. الحجم متساوي. طيب لو الحجم متساوي فعادي جدا ان انا اتمرن العضله مره واحده في الاسبوع. طب ليه هتمرن مرتين في الاسبوع؟ علشان تقسيم الحجم، بدل ما اتمرن 12 مجموعه في سيشن واحد هتمرن ال 12 مجموعه في 2 سيشن، فبقى عندي اريحيه افضل. فهتمرن 4 days ان انا امرن العضله مرتين في الاسبوع. تاني حاجه ابدا ابص على الفوليوم، how much، هتمرن كام مجموعه. طبعا الحجم هو عدد المجموعات او الفوليوم هو عدد المجموعات. على حسب دراسه ACSM بتقول ان احنا نقدر نبدا ب10 مجموعات، ده كافي جدا. مع ان انت تزود حجم المجموعات على مدار الاسبوع، ده افضل حاجه ان انت تقدر تعمل حجم محترم جدا وتكسر التكيف بتاع الماسلز بدون ما توصل للجانك فوليومز. فبنقول ان حجم العضل لشخص متقدم من 10 ل 12. طب لو انت بعد كده تقدر توصل من 15 لحد 20، بس فوق ال 20 انت هنا كده هتوصل للجانك فوليوم، واللي انا مش عايزه. عندنا حاجه مهمه جدا وهو انك تحسب الريكفري بتاعك. واحسن حاجه للريكفري لشخص طبيعي هو ان هو يتمرن 4 ايام حسب الدراسات والابحاث، وياخد 3 ايام راحه يقدر يضيف فيهم يوم مشي مثلا. فده بالنسبه للريكفري، وده لازم تحسبه مهم جدا حسب الكيس والليفل بتاعك. يعني مثلا دلوقتي عندنا شخص الكيس والليفل بتاعتي في الحاله ان انا عندي اصابه، وشخص متقدم ولا محترف ولا شخص ايه بالظبط. طيب ده بيفرق في ايه؟ بيفرق في الاكسرسايز سيلكشن او اختيارات التمرين، والفاتيج مانجمنت، ان انا اتحكم في الفيلير بتاعي او اتحكم في الفاتيج بتاعي. فاهم حاجه الكيس والليفل، انك تكون شايف انت عندك اصابات ايه ولا ما عندكش اصابات. طيب انت شخص محترف متقدم مبتدئ، كل ده بيفرق في الحاجات اللي فاتت. اهم حاجه بقى عندي هو الهدف من السبليت ديت. الهدف من السبليت ده، الهدف بتاعي من السبليت ان انا اول حاجه اعمل تنشيف زي ما قلت لك في التشالنج بتاعي. عاوز اوصل لتنشيف، فلو هعمل تنشيف لازم ابص على الRIR، تمام، والفاتيج بتاعي اللي هو الفيلير. فهختار IRR من 1 ل 2 ومن 2 ل 3. مش هينفع ان انا اجيب الفاتيج او الفيلير بتاعي علشان انا عندي مشكله في الكتف، وعشان برضو في الكاتنج بتبقى الكالوريز بتاعتك اقل فمش بتقدر تريكفر اسرع. تاني حاجه عندي اصابه في الكتف، فالهدف من السبليت ان انا اعمل ريهاب، ان انا اعمل تاهيل للكتف وتقويه للكتف، وفي نفس الوقت اتجنب اي اصابات. وده بيفرق معايا في الاكسرسايز سيلكشن، اختيارات التمرين. اخر حاجه عندي هي الجواز. فالجواز مهم جدا انك تهتم بعضلات الجلوتس والكور والCNS اللي هو الجهاز العصبي. عضلات الجلوتس وعضلات الكور مهمين جدا، وده لازم نهتم بيهم عشان صحه الظهر، وفي نفس الوقت الجهاز العصبي ان انا ما اعملش فاتيج او فيلير عالي. اختيارة الفريكونسي عندي 4 days هقسمهم upper A lower A و upper B lower B. يبقى كده بتمرن العضله مرتين 2 في الاسبوع، وقدرت اوزع الفوليوم بتاعي على مرتين في الاسبوع بدل ما اتمرن 15 مجموعه في يوم واحد. بعد كده عندي الفوليوم والريكفري، والاثنين جزء لا يتجزأوا من بعض. فانا هخلي الفوليوم بتاعي من 12 ل 15 مجموعه، والريكفري هيكون 3 days. تمام، اقدر اعمل في 3 days ان انا اتمشى يوم او حاجه. فعندي هنا الكوادز هخليها 12 مجموعه بلس مع البروجريسيف اوفرلود بتاعي، يعني اول شهر 12 مجموعه، بعد كده تاني شهر مثلا 15 مجموعه، تالت شهر 18 ل 20. بعد كده الهامسترنج 12، شولدر 8، بايسب 6، ترايسب 6، كاف 6. هتمرن في 7 مجموعات بس عشان عندي مشكله في الكتف، فمش هقدر ان انا احط لود شويه على الكتف. فطبعا انت عارف حركات التشيست كلها جايه من الكتف، فاختار برضو تمارين معينه زي ما هتشوف قدام. بعد كده الباك عشان الماسلز كتيره، فهبدا ب 16 علشان اقدر اوصل ل 20. وبعد كده
الكور هتبدا معايا تكون ب10 مجموعات، وهديك الاكسرسايز سيلكشنز عشان نقدر نشوف التمارين اللي هختارها. الاي ار ار هتكون معايا من 1 ل 3 زي ما قلت لك، مش عايز اعمل فيلير علشان كتفي في اصابه. نبدا بقى مع الجول من البلان دي، ان انا عايز اعمل كاتنج. تاني حاجه ان انا عايز اظبط موضوع الشولدر. تاني حاجه ان انا عايز اظبط موضوع الجواز. خلاص، فاول حاجه في الكاتنج ده له علاقه شويه بالار اي ار، وله علاقه برضو بموضوع الكالوريز. تاني حاجه عندي الشولدر، فهختار شولدر ريابيتيشن اكسرسايزز، ان انا هعمل تقويه في كل تمرين. بعد كده اخر حاجه الجوادز، وده بيهتم بالجلوتس والكور. وببدا اعمل للكور حاجه اسمها انتي اكستنشن، انتي روتيشن، lateral stability، وهيب فليكس كنترول. تمام، او هيب فليكشن كنترول. الجلوتس بختار هيب ثراست وابدكشن وبريدج، او ممكن بلغاريان سكوات بطريقه معينه. هنقدر ازاي نحط الكلام ده كله في جدول يتناسب معايا، ودي اهم جزئيه هي الاكسرسايز سيلكشن. نحط الارقام بتاعتنا اللي هنبدا نرسم عليها البلان بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لك انا بعمل بلان حاجه اسمها باور بيلدينج. ليه باور بيلدينج؟ علشان انا عاوز ابني حجم عضل وفي نفس الوقت اكون قوي واحافظ على الارقام بتاعتي اللي وصلت لها، علشان بعد الجواز ان شاء الله ابدا اكمل في الباور ليفتر. السكوات كان 240، الديد ليفت كان 250، والبنش بريس كان 160. ليه بحط الارقام دي؟ علشان هبدا اتراك ال1 ريب ماكس وهبدا اتراك الار اي ار بتاعتي. اول يوم عندي هيكون سكوات داي. اول حاجه هلعب سكوات واركز على الكواتس. ليه هحط كواتس؟ طب ما السكوات بيبقى شغال معايا الامامي، لا انا بلعب لو بار. تمام، فاللو بار بيشغل البوستيريور تشين، فيعتبر الجلوتس والهامسترنج شغالين بشكل كبير. هشغل الكواتس وهشغل الكور، وشكرا على اليوم ده. في جزئيه مهمه جدا عايزك تاخد بالك منها. انت بتقسم الايام، احلى حاجه في ال4 ايام ان هم فليكسبل، يعني ايام سهله. تقدر ان انت لو فوتت يوم تتمرن اليوم اللي بعده من غير ما تبوظ الجدول بتاعك. ده رقم 1. رقم 2، حط التمرين حسب الايام بتاعتك. انا ببقى مشغول يوم الاثنين قوي، ببقى مش مشغول يوم الثلاث. يوم الخميس بيبقى عندي براجع مع العملاء وبعمل فولو اب معاهم، فبيبقى مشغول قوي. يوم الجمعه عايز اريح خالص، مش عايز اعمل اي حاجه. فانا عامل الجدول على حسب مزاجي، على حسب. اليوم الثاني هو الابر اي، واللي هتمرن فيه باك وبنش لايت، وهتمرن اس اللي هو شولدر، واللي هيكون عباره عن رير وعباره عن لاترال. مش هلعب او اتش بي اللي هو اوفر هيد بريس، مش هلعب اي تمرين له علاقه بالشولدر لان كتفي وجعني. بعد كده هريح اليوم ده اللي هو يوم الاثنين، هنزل يوم الثلاث علشان هلعب ديد ليفت وبعدين جلوتس وهامسترينج وكور ماسلز. بعد كده داي 5 هيكون ابر بي، واللي هتمرن فيه كلوز جراب بنش، وهتمرن فيه باك، وهتمرن فيه تمرينة الدراع بتاعتي. يبقى يوم الخميس هيكون راحة، ويوم الجمعة هيكون راحة، او ممكن اقدر اتمشى يوم الجمعة لو انا حابب اخرج او حاجة. نخش بقى في تقسيمة التمرين، واللي اهم جزء اصلا في الجدول كله. عذرا لبشاعة المنظر، ولكن على قد ما اقدر لان الموضوع بيبقى صعب على البورد شوية. اول حاجة داي 1، خلاص اليوم الاول هتمرن سكوات. بعد التسخين بتاع الورم اب هتمرن مجموعه عده في عده، ودي بنسميها سنجل. هتمرن ب 200 كيلو، تمام، عده في عده. بعد كده هعمل باك اوف سيتس بتاعتي، واللي تكون اقل شويه بالوزن اللي انا بتمرنه بحوالي 20%. فهلعب حاجه اسمها باك اوف سيتس، يعني هي السكوات، تمام، بس بوزن اقل شويه. بجيب فيه 3 مجموعات في 5 عدات ار بي اي 7، والراحه بتاعتي من 4 ل 5. الليج بريس واللي هجيب فيه مجموعتين 2 في 10 اي ار ار من 1 ل 2، 3 دقائق راحه. ليج اكستنشن مجموعتين، والليج كيرل 3 مجموعات في 12 عده ار اي ار من 1 ريست 2 مينتس. هيبقى ابدكشن مجموعتين فقط من 15 ل 20، ودي من العضلات اللي بتبقى محتاجه عدد شويه، فببدا اجيب من 15 ل 20 واقلل عدد الرحاب بتاعتي ل 60، لان الريكفري بتاعها اسرع شويه. بعدين هتمرن الكور كيبل كرانش 3 مجموعات في 15 عده بلس، يعني على حسب ما اقدر اعمل بروجريسيف اوفرلود، كل مره ازود عدتين واجيب 60، والراحه بتاعتي هتكون دقيقه فقط. الباول اوف بريس زي ما قلت لك انتي روتيشن، فهعمل مجموعتين من 20 ل 15 عده. اهم حاجه عندي البروجريسيف بتاعي، ان انا اعمل بروجريسيف اوفرلود واقسم المجموعات بتاعتي في الاسابيع. يعني اول اسبوع هلعب بال 200، ثاني اسبوع ب 200 و2 ونص، ثالث اسبوع 205،
وبعد كده هرجع في الاسبوع الرابع 195. يبقى اهم حاجه برضو بروجريسيف اوفرلود، وده بقى عايز فيديو لوحده يعني. بعدين هنخش بقى على داي 2 وداي 3 وداي 4. تمام، انا حاسس ان انا مش لازم ان انا اكتبهم. بص يا صديقي، احنا كده دلوقتي عملنا الجدول اليوم الاول، انا هسيب لك اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع كلهم في PDF لو انت حابب تبص على الجدول بتاعي اللي انا همشي عليه بعد ما اظبطه، اظبط المجموعات والعداد بتاعته، وفور فري، مفيش اي تشارجنج او اي حاجه خالص. بس خلي بالك ان الجدول ده واحد عنده اصابه في الكتف، باور بيلدينج مش هايبرتروفي قوي، جمع بين الهايبرتروفي والسترينث. تالت حاجه ان انا عندي مشاكل في الكتف وبركز على عضلات معينه، عشان كده بقول لك الجدول ما ينفعش لكل الناس. اي حد بيبعت سبليت ببلاش ديت بيعملها كده، عارف اللي هو ايه، في الخير، بس الموضوع مش هيبقى مناسب ليك. نسيت اعمل قفله الفيديو اساسا يعني صورت الفيديو ونسيت اعمل القفله بتاعته. لو انت عاوز تتعلم اكتر هسيب لك PDF، ممكن تسيب لي كومنت او تخش على لينك اليوتيوب هتلاقي موجود ومرفوع. بكده احنا هيكون خلصنا ازاي نعمل سبليت لنفسك. انت تقدر تطبق الكلام ده على نفسك، يعني تقدر ان انت تشوف كل الحاجات اللي انا مريت بيها وتبدا تقارن نفسك وعاوز ايه من السبليت وتبدا تبني لنفسك السبليت. ولو محتاج اي مساعده اسالني عادي، ما عنديش اي مشكله. اخر حاجه ان شاء الله هنعمل جدول الدايت واللي هيكون مختلف وهديك معلومات عمر ما حد قالها لك. انا هديك كل حاجه عندي، يعني انت هشوف حاجه عمرك ما سمعتها قبل كده. بجد هتتصدم من المعلومات اللي هتشوفها وانت بتعمل جدول الدايت. الموضوع مختلف تماما. ما تنساش تعمل فولو وشير عشان تفيد الغير.